الاهلي بيكسب النهارده لانه الاهلي. الاهلي بيكسب لانه الاهلي. مفيش حاجه تاني تتقال. الاهلي كسب، نقول بخبراته، نقول بكواليتي اللعيبه بتاعته. انما الاهلي النهارده ما جاش الملعب غير في كوره او كورتين بالكتير، وكورتين تقريبا اللي بن شرقي. الاهلي بيعرف يكسب المباراة وبيسيرها ان هو يطلع يخرج بالثلاث نقاط. الاهلي النهارده يا جدعان كان سيء بطريقة وحشة، وعماد النحاس في ادارته المباراة النهارده ما كانش في احسن حالاته، يعني ما كانش يومه. انا كشخص كنت اشوف ان انت عايز تمسك نص الملعب زي كده، بدل ما هو كان متاخد منك النهارده، نص الملعب متاخد منك بطريقة فظيعة. عايز تاخد كورة وتمسك كورة كان لازم قفشة من بدري. قفشة ينزل من بدري، مش منزل لي قفشة الدقيقة 95. يا راجل حرام عليك. قفشة كان هينزل يمسك لك كورة، انما انت منزله لي الدقيقة 95. غير ان انت مثلا كنت ممكن تغير بتغيير اكرم توفيق بان انت تنزله نص الملعب. ممكن نقول ان انت مضطر مش عايز تضحي بخالد او تنزل خالد خايف منه، ماشي معاك فيها. بس قفشة كان تغييرة لابد منها. تغييرة لابد منها في بص اللي هو أساسية. ما تنفعش تتأخر بعد نص الملعب اللي ضايع مني. ما كانش في نص ملعب، ما كناش ماسكين ولا عارفين نطلع بكورة. أعتقد 90% من الحل كان قفشة هو اللي هيغير لك اللقاء اللي زي كده، اللقاء الصعب. الأهلي محتاج لعيبة يا جدعان، أقسم بالله. لا يعني زي ما قلت، طريقة قفشة بس لعيب سريع. يعني مع اختلاف ان قفشة يكون اللعيب اللي هيجي ويا رب يكون بالرمضان بهذه المواصفات. لان بصراحة احنا نفتقد للعيب الكورة اللي بيعرف يلعب سرو حلو، اللي بيعرف يطلع باص من رجله حلو. انا بشوف زي ما قلت لكم المواصفات دي ممكن في اشرف بن شرقي لو دخل نص الملعب. الناس اللي مش مقتنع بكده، انا كشخص بحاول اشغل مكان بدل ما انا لما اشرف بن شرقي دخل جوه اهو، جاب النهارده جول. دخل جوه الملعب اللي كان على الطرف، طاهر في الكوره الوحيده اللي دخلها جوه، اشرف بن شرقي جابها جول. فبقول لك اشرف بن شرقي والله لو لعب 10 هيبقى في حته تانية. بس خلينا ان شاء الله بالرمضان باذن الله في القادم باذن الله احسن. انما الاهلي النهارده يا جدعان وسيراميكا بصراحه شابوه. علي ماهر يستاهل. علي ماهر كان النهارده يستاهل ان هو يكسب، مش يتعادل بس. دي حقيقه يعني، مش كلام. انما هارد لك علي ماهر، هارد لك سيراميكا، عملتوا ماتش حلو جدا. والاهلي كسب لانه الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو لايك وشير، وادعم اخوك مصطفى علشان الفيديو يوصل لكل الناس.